انا عارف ان مش صاحب اقوى اكونت على لينكد ان ومش احسن حد يشرحه، وفي كتير احسن مني بيشرح لينكد ان وانا بستفيد منهم بشكل كبير. بس قبل ما تتقفل مني في البدايه كده وتسيب الفيديو، فيمكن تلاقيني من اقرب الناس ليك فكرا على لينكد ان، وبتكلم عليك انت بالتحديد، وده لان زيك فريلانسر. انا شغلي كله من البيت وعلى مواقع العمل الحر زي ابورك. الحمد لله انا اعلى حد في الوطن العربي عليه بمهاره اداره قنوات اليوتيوب، واشتغلت على مواقع تانية كتير في مجال العمل الحر. فانا تجربتي على لينكد ان بتتمحور في اقرب شكل ممكن جدا منك، وممكن عشان كده قررت اني اشرحه من وجهه نظري الشخصيه. فلو متحمس تشارك رحله العمل الحر والشغل من البيت على موقع لينكد ان، فاعتبر ده مرجع كامل ليك يا صديقي باذن الله. هحاول اكون منظمه لك قدر المستطاع، وسايب لك فيه نقط لو مشيت عليها فنسال الله انها تكون من تمام الاخذ بالاسباب، لاني هديك خطه كامله من البدايه للنهايه. فمهم انك تمشي معايا بتسلسل الفيديو كده من البدايه لحد ما نوصل للنهايه باذن الله. ننطلق على خير في الشرح، وابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. من فتره بسيطه كنت انا في برنامج تعليمي للفريلانسرز بشرح فيه موقع لينكد ان وازاي يفرق معاهم كفريلانسرز. كان تبع اي جي بانك، وكان 3 ايام في الاسكندريه والمنوفيه والمنصوره. وكان في سؤال دايما بساله هناك: تفتكروا لينكد ان هيفرق معاكم ولا خلاص راحت عليه؟ وده سؤال بساله لك انت يا صديقي حاليا. جاوب معايا الاول على السؤال ده. يعني هل نقدر نعتبر لينكد ان موقع منافس لمواقع الفريلانس اللي انا مصدعك وبشرحها لك على القناه؟ فهو فعلا موقع توظيفي ولا دي اشاعه وخلاص راحت عليه؟ ولو افترضنا انه بيجيب وظايف بجد، فاعمل ايه عشان اعلي فرصتي عليه؟ يعني اظبط بروفايلي ازاي؟ اكتب عليه محتوى نوعه ايه؟ اكتبه ازاي؟ اوصل للناس المهتمه اصلا ازاي؟ بس خليني الاول اجاوبك على اول سؤال ده سريعا. لينكد ان صديقي ما راحتش عليه، ومليان وظايف وفرص كتير جدا للي بيعرف يجيبها. بس المشكله الحقيقيه في طريقه تعاملنا على موقع لينكد ان نفسه. احنا بنتعامل معاه للاسف اننا اكزايتد، اننا ثريلد، اننا اناونسنج، بنكونجراتوليت بعض وهكذا. يعني دي نوعيه البوستس اللي انت بالفعل بتشوفها، ودي طريقه الكتابه المحفوظه، واللي هي كل الناس بتعرض نفس الانجازات بنفس الريتم، لاننا وصل لنا مفهوم ان ده موقع للناس التقيله فقط، ولازم تكون تقيل جدا عليه وتوصل للناس ده بطريقه فورمال جدا. فبقينا روبوتس، اللي هو لازم تتكلم انجليزي، لو اتكلمت عربي فانت كده حد بسيط جدا محدش هيعبرك. ودي اسطوره خاطئه جدا. انا مش بقلل من اللي بيتكلم انجليزي عادي، وفي حاجات بتتطلب ده احيانا اصلا، بس بتكلم على اللي بيهوي الامور هناك. وباخد مثال الانجليزي كابسط مثال بوصلك للمفهوم ده. اللي فاكر انه هيدخل يعرض شهاداته والناس هتلف عليه وتجري وراه عشان تشغله، ما ده خطا يا صديقي. ده مطلوب مش هنعترض، بس برضه بنعمله غلط. فنعمل ده بقى ازاي عشان نعلي احسن الفرص لينا على لينكد ان؟ يلا نبدا من البدايه، نحط خطه تنظيميه نمشي بيها سوا، بحيث اننا نوصل لعملاء على لينكد ان. وفي اخر الفيديو هقول لك على الطريقه السحريه اللي تستعمل بيها لينكد ان. بس هيبقى مهم ان احنا نمشي بنظام لحد ما باذن الله نوصل للاخر مع بعض، فده كله يتبلور ليك بطريقه عظيمه تنطلق بيها على لينكد ان باذن الله. اول حاجه يا صديقي خلينا نبتدي ان احنا نعرف هو لينكد ان عباره عن ايه. اجابه السؤال ده هتدركه لما تبعت لحد انك تضيفه على لينكد ان، اللي هو زي اضافه صديق يعني على الفيس. اسمها ايه بقى على لينكد ان؟ اسمها كونكت. وبيحصل ايه بعديها؟ بيحصل ان انت تعمل معاه كونكشن، تواصل، علاقات. دي كلمه سر لينكد ان. لينكد ان مش موقع توظيفي اللي انا رايح اقدم على شغل عليه، ده موجود بس بسيط جدا، وللاسف ده اللي احنا فاكرينه الاساس. انما الشغل الحقيقي هو في العلاقات اللي بتعملها وبتفتح لك فرص كتير جدا اكتر مما تتصور. فقبل ما نبدا نشرح لينكد ان، انا محتاجك تحط في ذهنك دايما ان لينكد ان هو موقع بناء علاقات اللي بدورها هتفتح لك فرص شغل بشكل كبير بعدين. وعشان تقدر تعمل ده فانت محتاج تحافظ على معظم دايرتك على لينكد ان في ناس شبيهه للتخصص اللي انت بتسعى ليه وعاوز توصل لهم. فكونك بتبعت لاي حد تقابله على انك تضيفه مهما كان بعيد عن مجالك، ده تضييع وقت رهيب ليك وضرره كبير جدا عليك بعدين، لانك محتاج معظم علاقاتك في نفس دايره شغلك، وتتوسع ماشي لو حبيت، بس يظل المعظم في وسط دايرتك والدايره الاقرب ليها، لان ده اساس العلاقات اللي هنكونها بعدين باذن الله. بعد ما حطينا القاعدتين دولت كده معانا عشان نكمل بيهم، خلينا نبدا باساسيات تنظيميه لاكونتك على لينكد ان. انا انظم الاكونت بتاعي ازاي يا سباعي؟ اول ما بتدخل يا صديقي على اكونت اي حد على لينكد ان، نظرك بيقع في الاول على 3 حاجات مع بعض. ال3 حاجات دول لازم يوصلوا من اول لحظه رساله واحده: انا كسباعي، لو احتاجتك هحتاجك فيه. كسباعي مش مهم اي حد تاني. يعني لو انت وصلت لسباعي ان سباعي موافق عليك، فانت كده خلاص صديقي وصلت اللي انت عايزه. قبل ما تشتم سباعي فانا بهزر معاك يا صديقي والله، بس يعني ده المضمون بتاعه حقيقي. لازم كعميل محتمل ليك بعدين اي حد غير سباعي، او انا هبقى شريك ليك في بيزنس معين، او حد هيستفيد منك او انت هتستفيد منه بشكل ما، لازم افهم انت مين وبتعمل ايه وليه ممكن احتاجك. ده كله من النظره الاولى على الاكونت بتاعك على ال3 حاجات دول. فعشان خاطري انا عارف انك مرهف المشاعر، وان
صديقنا التاني شخص حماسي جدا، بس مش لازم تحط لي صوره الكفر بتاعتك عباره عن فنجان قهوه يعني في وسط جبال سويسرا، لان ده معناه انك حد متفائل جميل. بس شكرا ليك، خسرت اهم مكان في الاكونت بتاعك. الكفر ده يا صديقي هو اول حاجه ان بتقع عليها مع صورتك، فلازم توصل انت بتعمل ايه فيه. فعندك يعني روح لكانفا، اكتب له لينكد ان كفرز، واختار تصميم مجاني ليك بسيط، الوانه بسيطه. لو عندك لون معين استخدمه عادي، ووصل انت مين. انا مثلا كمثال يعني على الاكونت بتاعي، فانا شغلي اني مدير قناه يوتيوب، فبص اول ما تدخل هتلاقيها بالفونت العريض هنا، تصميم بسيط وكاتب فيه ده، وحط اني اشتغلت اكتر من 2000 ساعه عشان اللي يدخل يكتسب ثقه فيا اكتر، وده كويس جدا ليا واللي انا عاوزه. بعد كده الصوره بتاعتك صوره بسيطه، مبتسم بلبس لذيذ، ده المطلوب. مش لازم بقى تعقيدات وكاميرا بروفيشنال وهكذا، بس في نفس الوقت ما ينفعش صوره بترنج مثلا، يعني بترنج بيت او حاططها لي على بحر يعني، لان ده موقع شغل وعلاقات. فاعتبره سي في ليك يا عم، يعني مش هتروح تقدم سي في للشركه بتاعتك لابس لهم ترنج مع الحبل. وكده تبقى انت قطعت اول حاجتين باذن الله على خير. فهيتبقى لك الهيدلاين بتاعك اللي هو المسمى الوظيفي، انت مين. حاول عشان خاطري تختصره وتحدده لاقصى درجه، بحيث اعرف المهم منك اللي بيخدم على الكفر وشغلك. طب يا زباين ما تتكلم على نفسك بقى يا عم الناس، ما انت كاتب لي انك بسم الله فريلانس كوتش وادي واحد، وكاتب لي انك فاوندر لفريلانس زاويه ادي اثنين، وكاتب لي كمان انك كو فاوندر لفامبايرز انيميشن، احلى مسا عليك 3 اسباعي، وكمان يوتيوب مانجر 4. يا اسطى بتتكلم عن نفسك يعني الاول. هنا والله صديقي انت عندك حق، بس يعني صدقني الاربع حاجات دول بالنسبه لي بيخدموا على بعض، ما فيهمش تعارض بالنسبه لي. انا بشرح مجال الفريلانس كيوتيوب مانجر، ودول شغلي الاثنين مع بعض، فدول اثبات لقوتي واني ماسك حاجات بتخدم على ده، فما فيش تعارض، وانت قريتهم بسلاسه وفاصل ما بينهم. ومع ذلك انا كل فتره احيانا ببدله بهيدلاين تاني هقوله لك، وهقول لك في نص الفيديو على ليه انا بغير ما بينهم بشكل شخصي معايا كل فتره، وليه مش ماسك حاجه مخصوص حاليا، بس هنتكلم عن ده بعدين. بس بيني وبينك عارف ايه هو التعارض الحقيقي؟ لما تكتب انك طالب في كذا، اصلا هي طالب دي مش مكانها هنا والله صديقي، وتكتب لي بعدها انك سينيور جرافيك ديزاينر، وبعدها كمان فيديو اديتور، ومعاك شهاده الايلتس، وبتعرف تصنع محتوى باللغه الانجليزيه كويس جدا. شوف اللفه دي كلها انا مش برتجلها، انا شفتها مع حد من الزملاء اللي كانوا في الايفنتس اللي حضرناهم مع بعضنا، وقلت ان ده مش مكانه هنا، ولخبطه كبيره، واي حد يدخل الاكونت مش هيفهم ايوه يعني انت مين. فتعالى نحط اسطمبه كده بسيطه. المفروض الهيدلاين بتاعنا شكله الامثل يكون ازاي؟ اول حاجه بتكتب المسمى الوظيفي الاساسي اللي الناس بتدور عليه، بعد كده القيمه او النتيجه اللي انت بتقدمها، ثم في الاخر اثبات للميزه اللي بتميزك. مثلا انا الهيدلاين بتاعي يوتيوب شانل مانجر، وده المسمى الوظيفي اللي الناس بتدور عليه. بعد كده helping creators grow faster on social media، ودي القيمه او النتيجه اللي بقدمها. ثم في الاخر ranked as the first one on Upwork MENA، ده اثبات للقيمه اللي انا بقدمها. طيب لو انت عاوز تعلي اكتر واكتر وتعمل حاجه احسن، فهقول لك فاكر فيديو موقع ابورك اللي كنت بشرح لك فيه ازاي تكتب المسمى الوظيفي بتاعك، واللي بفضل الله الفيديو ده كسر النص مليون مشاهده على اليوتيوب حتى الان، عشان يبقى رسميا من اعلى الفيديوهات في العالم مشاهده لشرح موقع ابورك. وقتها قلت لك فيه ان من الحاجات القويه جدا اللي فرقت معايا في التايتل بتاعي لما بدات استخدم لغه الارقام، وحطيت وصفي بلس 100 يوتيوب شانل ريزد، اللي انا عليت اكتر من 100 قناه يوتيوب. لغه الارقام في العنوان العملاء بتحبها جدا وبتقدرها جدا، وبتديهم قوه اقناع وبيفهموها، وممكن تشوف تفاصيل اكتر عن ده في الفيديو نفسه. فالريتم اللي معاك ده حاول تستخدمه، مسمى وظيفي، قيمه او نتيجه بتقدمها، اثبات لقوتك لو موجود. ما تجيش على نفسك وتتضايق لو لسه في بدايتك، لو انت لسه معكش الاثبات لقوتك ما تتضايقش يا صديقي، لاننا هنقول ازاي نتغلب على ده عادي جدا باذن الله، فما تقلقش. ثم من اهم الحاجات على طول الحاجتين دول، قسم الاباوت وقسم الفيتشرز. وسريعا لو مش لاقيهم، عشان لو في اي حد من اصدقائي بيتابعونا بيقولوا انت جايب الحاجات دي منين يا زباله، انا مش لاقيها عندي على الاكونت، فانت ممكن تدخل على الجزء ده من فوق اللي هو اد بروفايل سيكشن، وتختار الاقسام اللي مش موجوده عندك وتضيفها. فلو دول مش موجودين لازم تضيفهم، وهنتكلم عليهم مع بعض لانهم بيكملوا بعض. ولازم اللي تكتبه عنك في الاباوت الاقيه بيتعكس في الهايلايتد اللي هي الفيتشرد بوستس اللي انت عاملها، خصوصا اول 3 هايلايتد بوستس. طيب بالراحه بقى علينا يا زباعي ويلا نتكلم بهدوء. الاباوت صديقي ده وصفك لنفسك، الجزء اللي بتتكلم فيه انت مين وبتعمل ايه وهتساعدنا ازاي وشغفك فيه بقى ايه وهكذا. وده يا سلام لو تقدر تعمله بطريقه قصصيه اللي هي ستوري تيلينج يعني، وتدخلني في رحله صغيره معاك، اتعرف عليك على الجزء الخاص بمجالك اللي انت بتعمله، واشوف رحلتك بشكل سريع، شغفك فيها، بطريقه تخليني اقول
كلام جميل. حتى لو انت حد بسيط جدا والله، بس بطريقه كلامك عن نفسك هي اللي بتسيب الاثر بشكل كبير جدا. فيعني قسمها كالاتي، دي حاجه مساعده ممكن تمشي عليها لو حابب. خليها في البدايه قصه قصيره او بدايه انسانيه تؤثر مثلا في مشاعر سباعي حتى يجهش في البكاء. بهزر معاك يعني، بس اللي احنا محتاجينه ان انا عاوز اشوفك، عاوز كاني بسمع بني ادم مش روبوت. ابوس ايدك مش روبوت، مش اي اي اللي كاتب عنك. مثلا انا ممكن اكتب كده وعدل انت عليه. I started my career as a doctor but quickly discovered my passion wasn't in hospitals. واقعد بقى اعيط لهم شويه، فاخد الناس في رحله اللي انا لقيت بعد كده ان انا بقيت احب building systems والكونتنت وهيلبينج business to grow اونلاين وهكذا. اديتهم حاجه سريعه في سطر، اللي هي سطر سطرين كده ما تكترش عنهم، وبعد كده وضح بشكل مباشر انت بتعمل ايه دلوقتي حالا، ودي اللي انت هتساعدني فيها لما احتاجك. ثم ابدا وضح لي القيمه بتاعتك وتميزك عن غيرك، ثم انجازات انت عملتها في المجال بتاعك. نقط سريعه مش كتير، وكده انت زي الفل جدا الحمد لله. مطلوب منك بقى دلوقتي انك تلحم ده بقسم الفيتشرز، وخليني اوضح لك الاول هو يعني ايه القسم ده. انت صديقي لما تكتب بوستس على لينكد ان بتروح لقسم خاص بيها، ولما حد بيشوف البوستات بتاعتك بيروح يدخل ويقلب عليها وهكذا. ودي صعبه شويه على لينكد ان، يعني على لينكد ان مش سلسه، مش بتظهر لي مره واحده، لازم انزل واختار اللي انا اسيم مور واقعد اقلب فيهم، فمش كله بيعمل ده. فعشان لينكد ان نفسه عارف ده، هو بيقول لك اختار اهم الحاجات ليك وبروزها، وانت هنا بتبروزها في اول صفحتك. واللاب او الكمبيوتر بيعرض 3 مع بعض في نفس الوقت، الموبايل بيعرض واحده واحده، وانت ممكن تسلايد ما بينهم كده وبين بعض. فاحنا محتاجين ان اول 3 حاجات يكونوا بيعبروا عن اللي انت بتقوله في قسم الاباوت دلوقتي، ومحتاجين يكونوا بوستس انت اللي كاتبها، مش مشيرها من حد، ومكتوبه بطريقه تشدني ليك. فمثلا مثال عني، انا بركز على 3 حاجات في لينكد ان: اني صانع محتوى، مدير قناه يوتيوب، بشرح فريلانس. عشان كده لما تشوف ال3 حاجات الاولانيه اللي انا عامل لها هايلايت عندي، هتلاقي بوست عن صناعه المحتوى واحتفالي بدرع اليوتيوب فيخدم على اول حاجه، بوست عن كورس اليوتيوب واني بشرح ده فيخدم على ثاني حاجه، بوست عن احتفالي الفيديو اللي كسر نص مليون مشاهده وبشرح فيه فريلانس فيخدم على 3 حاجات. فال3 حاجات اللي انا مبلورهم هم بيمثلوا ال3 حاجات اللي انا عاوز اوصلهم، وده المفروض ان انت تعمله كمان. وبكده انا مش هتكلم بقى معاك في باقي الحاجات التنظيميه لاكونتك على لينكد ان، لان في اصدقاء كتير ما شاء الله شارحينهم بالتفصيل على اليوتيوب. انا ركزت على اهم حاجات في صفحتك، وتعالى نتكلم في الجد اللي هيفرق معاك بقى. انا ليه صديقي بقول لك اكتب بطريقه قصصيه، طريقه فيها روحك، طريقه اقدر اشوفك فيها؟ لان معظم الناس فاكره ان لينكد ان هروح انزل شهادات، اعمل لايك لناس مشهوره، اعمل شير للبوست بتاعهم، والحمد لله زي الفل، انا كده قاعد بقى ومستني الدنيا تضرب معايا. وكده مش زي الفل خالص، كده انا ما اعرفكش، انا ما شفتكش عشان ابني علاقه عمل معاك. ولينكد ان هو مجتمع بناء علاقات عمل، فانت اصلا لسه ما دخلتش الموقع. وهنا لما قلت لك ان عندي اكتر من هيدلاين وبغير فيه كل شويه، ده يعني فضفضه سريعه، لاني لما دخلت على لينكد ان انا ما كنتش عارف انا هدخل عليه ازاي. انا اعمل حاجتين في الاساس: بشرح مجال الفريلانس وصانع محتوى في ده، وكمان بشتغل كفريلانسر في اداره قناه اليوتيوب. فانا كسباعي هبلور انهي جزء فيهم. العملاء تبعي اجانب، فعشان اوصل لهم محتاج اتكلم باللغه بتاعتهم، اشرح تريكات يوتيوب وهكذا. بس حسيت ان ده جزء مش هعرف اصيغه بطريقه اطلع فيها شخصيه سباعي اللي انت شايفها قصادك دلوقتي. مش هعرف اتكلم بروحي وبطبعي، وهحس اني واخد شخصيه تانية مستصعبها عليا حاليا. ففضلت اني هاخد البراند العربي الجميل كصانع محتوى بشرح فريلانس، وفي النص هخدم على اليوتيوب بشكل ابسط. وده اصنع قصتي ورحلتي، وده اللي انا حابب انك تعمله بشكل قوي جدا، لان دي اكتر حاجه هتفرق معاك على لينكد ان. طيب ازاي بقى الكتابه تبقى بطريقه قصصيه؟ يعني ايه اصلا طريقه قصصيه؟ وده هيفرق ازاي معايا؟ تعال صديقي اوضح لك، لان ده اهم حاجه ليك عموما في لينكد ان، وكمان بره لينكد ان، يعني على اي موقع تواصل، بالعكس في حياتك. وبعد ما هقول لك ده هكلمك ازاي تستعمل ده وتخدمه على لينكد ان بقى. احنا حاليا يا صديقي في عصر الذكاء الاصطناعي، اي حد زي سباعي ممكن يهبط اي حاجه بشكل قوي ومنمق ويبان ان حد فاهم، وانا بسم الله الرحمن الرحيم عايش في موت البطيخ. يعني مثلا ابسط حاجه ممكن اعملها اني اشوف حد ناجح عموما في مجال شبهي، واروح واخد كل البوستس بتاعته وكل طريقته وكل كلامه وكل نجاحاته، واروح كوبي اديهم لشات جي بي تي، اقول له بقول لك ايه يا باشا، احلى توليفه، انا عايز الشخص ده، انا عايز افكر زيه، انا عايز اكتب زيه، اعمل لي مواضيع زيه. بالفعل هتبقى زيه، هتبقى معاك مواضيع تنجحك زيه. ولما تقلده وتحكيه وتنزل كل حاجه، تلاقي انك ما نجحتش بربع جنيه، وهتلاقي انه ايه ده بقى، ما انا عامل نفس اللي هو عامله بالظبط اهو، امال الحكايه فين؟ وده لانك يا صديقي بكل امانه بتحاكي شخص مش انت. ممكن اصلا يكون اللي انت بتسرقه هو نفسه بيحاكي حد تاني، وكلنا بنحاكي في بعض، والحياه بقى في مننا كتير جدا وبينا اشباه روبوتس. فالحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تتحاكى تجربتك انت، قصتك
وشخصيتك، ما ينفعش حد يحكيك، وده اللي بيتسمى البيرسونال براند، يعني في شكل منمق اكتر وفي تفاصيل اكتر. وخليني اديك مثال بشرح لك في الحكايه دي. هنعتبر ان عندنا نوعين من الناس عايزين يبداوا مجال الفيديو اديتنج على لينكد ان، والاثنين عايزين يجيبوا شغل. فتعالى نتخيل سيناريوهين مختلفين. واحد هينزل كل فتره شهاده اخذها وينزل فيديو عمله ويقول انه مبسوط انه عمل كذا. واحد تاني هيشارك قصته في المجال، والقصه دي عندك صدقني مهما كنت عامل ازاي، بس انت عندك قصه وعندك قصه كبيره كمان، وفيها حاجات كتير ممكن تتشارك حتى لو كنت حد بسيط، بطريقتك بقصتك، معاناتك في دخول المجال، حيرتك اصلا وسط مجالات تانية وليه اخترت ده، ويا سلام لما استلفت من اهلك فلوس عشان تشتري جهاز، يا انت فاكر اول عميل اتعاملت معاه والبروجكت بتاعكم سوا واستفدت منه كذا، وبتنصح زملائك اللي داخلين في المجال دوت كذا، وكمان استفدت من نصيحه حد كذا ولما طبقتها اشتغلت معاك، وايه الترند اللي في المجال بتاعك، ويلا اصدقائي نتعلم سوا مع بعضينا. انا مستني نصيحه برضه صديقي طبقا لخبرتك. لينكد ان موقع فيه مشاركه خبرات شغل، فحاول تديني نصيحه مدمجه في التجربه بتاعتك عشان افتكرك واتعلم معايا. والسؤال ليك على السريع، تعرف ليه من اكتر الانبياء اللي غالبا انت متعلق بيهم هيبقى منهم وانا اراهنك سيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا محمد افضل الصلاه واتم التسليم؟ تعرف ليه سيدنا يوسف مخصوص؟ لان قصته اتخذت كامله ورا بعض بطريقه عظيمه جدا. ربنا ذكر في اوائل السوره ان نحن نقص عليك احسن القصص. هي فعلا احسن القصص، وانت حضرتها برحله كامله. يعني اصلا صناع المحتوى منهم اللي بيدرس سوره يوسف، هي دراسه عظيمه دينيه ربنا وفقنا لده، بس كمان بيدرسوا المنهج القراني العظيم في بناء القصه. انت من اول لحظه صديقي لقيت طفل صغير رايح لابوه بيقول له انا شفت رؤيه فيها 11 كوكب ومعاهم شمس وقمر بيسجدوا لي، وابوه بيقول له خلي بالك لا تحكي ده لاخواتك وهيعملوا فيك كذا، وبعد كده تشوف تزوير ان اكلوا ديب، بعد كده بيترمي في بئر ويطلع منه، بعد كده يتهم في شرفه وتخلص فيتسجن فيطلع، فتشوف اخواته بعديها وهو بقى عزيز مصر. رحله انت بتعاصرها، شفت القصه بتاعته فتعلقت بيه. فالقصص لما تكون محكيه بطريقه صح بتفرق جدا، ودي فكره الستوري تيلينج اللي انا مصدعك بيها. انا اسف بس والله مهمه. وخليك متفاعل يوميا عشان الناس تفضل فاكراك على طول. تعرف ليه؟ عشان معظم الوظائف اللي على لينكد ان بتيجي بالعلاقات. مش هتلاقي واحد نازل يكتب انه عاوز حد يشتغل له كذا، هو هتلاقيه هيروح لفلان اللي شافه بيشتغل كذا وبيشارك خبراته عليها، وهيروح يكلمه على طول ويطلب منه على طول انه ما يشتغل معاه في البروجكت ده. وبما ان ده الحال فانت محتاج تقدر توصل لتكوين العلاقات دي، وعشان كده دايرتك لازم تكون معظمها من الناس اللي انت متارجتها في مجالك، فتشاركوا خبرات بعض وتوصل للناس اللي عندهم ده، وكمان ناس تانية انت شايف انهم ممكن يفرقوا معاك. فبلاش تبعت كونكتس لاي حد وسلام. وافضل طريقه كمان انك لما تيجي تبعت لحد كونكتس هي وانت بتبعت له سيب له رساله صغيره كنوت، ودي حاجه متاحه وانت بتبعت، فدي بتزود فرص انه يوافق على ده، فتقدروا تتواصلوا بعدين. مثلا بتشكره على معلومه مهمه هو وضحها سابقا، او بتوضح له حاجه مهمه ممكن يحتاجها. وغالبا يعني بلاش من اول مره تبعت له كونكت على طول، يعني خليه يكون شافك الاول، وده عن طريق انك تتفاعل معاه بالفعل على بوست منزله وهكذا. وهنا خليني اقول لك ان اسرع طريقه توصل بيها على لينكد ان هي الكومنتس والتفاعل على بوستات لناس حقيقيه زيك. بس تتفاعل بكومنت فعلا يضيف حاجه حقيقيه او يضيف مساعده مثلا، بحيث ان اللي بتكتب عنده هو او المتابعين ليه يلقطوا كلامك فيحبوا يدخلوا البروفايل بتاعك، فتزود فرص معرفتك اللي بدورها هتجيب لك علاقات وشغل بعدين. فحاول تكون متابع الناس اللي ليهم تاثير في دايره شغلك، واستغل لو في فرصه بوست معين تقدر تظهر فيه بكومنت ذكي، مش كومنت عادي اللي هو شكرا ليك واو اميزنج والكلام ده، لا كومنت فيه توضيح اكتر، تاكيد لمعلومه مثلا بمعلومه تانية. دي حاجه بتجيب لك ليدز او عملاء محتملين بشكل كبير جدا، ولو استمرت عليها لفتره طويله هتفرق جدا في شكلك وظهورك للناس. ودي على فكره كانت من الحاجات اللي قلت لك عليها ازاي تستخدم لينكد ان فيها. ايه بقى الحاجه الثانيه والمهمه جدا؟ شايف الصوره دي صوره لعميله انا اشتغلت معاها من سنتين تقريبا، وعملنا شغل حلو على ابورك الحمد لله، واختفت بعدها تماما لحد ما سبحان الله لقيتها على لينكد ان، فبعت لها رساله لذيذه، ايه ده انا مبسوط اني شفتك على لينكد ان واتمنى لك كل الخير والتوفيق ليكي في شغلك. فردت في نفس اليوم انه ياه سباعي عامل ايه، بالمناسبه انا فعلا حاسس ان انا ممكن احتاجك في شغل كبير الفتره اللي جايه. وقد حصل يا صديقي، مع اني مش ببعت لها عشان اقول لها ان انا عايز فرصه شغل دلوقتي، بس سبحان الله هو جه. وعشان كده اي عميل مهما كان اشتغلت معاه وطلع لذيذ حاول توصل للاكونت تبعه على لينكد ان، لان صاحب بيزنس او مشروع ما في الغالب هيحتاج حاجات تاني وهيبقى عارف ناس محتاجه ده، فظهورك قصاده على لينكد ان لانه اهم منصه للتواصل مع الناس دي وهم بيستخدموها باستمرار، وقتها هيعلي فرص انهم يفتكروك وقت ما يحتاجوك في حاجه بشكل سريع او يرشحوك لحد غيره. طيب لو هعمل ده يا سباعي فكده تمام؟ هقول لك كده كويس، بس لازم ظهورك انت بمحتواك اللي حاول تعمل بيه حاجه اسمها سوشيال بروف، تثبت خبرتك للناس بطريقه فيها لمستك. مثلا خلاص شغل مع عميل ما، اي حد مش شرط موقع عمل حر يعني، وكتب عنك تقييم لذيذ، ممكن تاخد سكرين شوت تنزله على لينكد ان وتحكي قصتك في
الوظيفه دي وتكون مستاذن العميل لو هتشارك معلومات خاصه بيه او بشغله، وايه العقبات اللي قابلتك وتعاملت معاها ازاي وتعلمت ايه في الرحله دي، وتدي نصيحه كمان لان انا مستني اشوف تجربتك ولمستك واعرف طريقتك وتعاملت ازاي مع الناس، فاستفيد منك لو في المجال واعرف خبرتك لو انا مهتم بالشغل معاك. فدي من الحاجات المهمه اللي لازم تركز فيها. هتقولي بس انا يا سباهي ما عنديش شغل ولسه ببدا وكده، فساعتها هقول لك على طريقه تنفع معاك في كل الاحوال سواء بقى لسه بتبدا او قاطع شوط، وهي ان يكون في سلسله محتوى ليك، حاجه باسمك مثلا، اللي هي مثلا لو بالنسبه لي فريلانسنج فيكس فرايدايز، اللي هي نصيحه بتديها كل يوم جمعه عن مجالك وايه اهم العقبات اللي بتواجه المجال وممكن نحلها ازاي ونشارك الناس فيها ازاي. او مثلا تعمل كل 3 حاجه اسمها 2 minute explainer series مثلا، هي فيديو قصير دقيقتين بتوري الناس معلومه مهمه في برنامج بتستعمله في شغلك او ابديت جديد نزل وهكذا. وكل دول افتكر لما قلنا ضيف فيهم لمستك القصصيه بتاعتك انت بنفسك عشان تضيف روح وتبقى معلم مع الناس فيفتكروك بيها. ده في ناس كمان بتوثق يومها كفريلانسر، بس دي لو فقط هتوثق يومك بدون ما تدي افاده فلا مش مكانها لينكد ان. انما لو توثيق وهتديني معلومات في النص تساعدني في شغلي فممكن تعمل ده، والناس هتحب ده جدا وهيفرق معاك كمان باذن الله. وفي كمان فكره ثانيه يعني بحب اخليها في الاخر عشان تبقى من اواخر الحاجات اللي تستعملها وما تكترش منها، ولازم تكون باني كل اللي فوق ده الاول قبل ما تعملها، وهي انك تعكس الدور. عارف بدل ما تستنى على لينكد ان حد ينزل انه محتاج حد يشغله معاه، ممكن انت مره كل فتره تنزل مثلا انك متاح تشتغل مع عميل واحد فقط الشهر ده، تساعده انه يعمل كذا وكذا في مجالك. وده لو كنت باني كل اللي فوق وقتها صح، فوقتها باذن الله هتلاقي ناس بتكلمك مهتمه فعلا بخدمتك، وهيفرق معاك لينكد ان وقتها بالمنظر اللي انت مستنيه باذن الله. ويا سلام لو قدرت بقى تجيب حد من العملاء ده على لينكد ان وتوديه الموقع زي مثلا موقع اب وورك تشتغلوا سوا، وتجيب تقييماتك الاولى عليه عشان يبقى مصدر مستمر ليك باذن الله، فوقتها هتبقى قدرت تنجح وبقيتك شبح جدا. في الاخر يا صديقي كلنا بناخد بالاسباب، انا هنا في القناه يعني بحاول اساعد قدر المستطاع ونستفيد سوا مع بعض. لو حسيت ان الفيديو ده كان كويس معاك وفرق في بعض النقط هبقى ممتن جدا لللايك الجميل عشان فعلا بيساعده انه يوصل لناس اكتر. اشوفك على خير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.